الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: باب قوله تعالى: يا أهل الكتاب لم تحاجون في إبراهيم، إلى قوله: وما كان من المشركين، أي أهل الكتاب لم تحاجون في إبراهيم وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده أفلا تعقلون، ها أنتم هؤلاء حاججتم فيما لكم به علم، فلم تحاجون فيما ليس لكم به علم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا، ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. قال: وقوله: ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. قال: وفيه حديث الخوارج، وقد تقدم حديث الخوارج الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم فيه: يمرقون من الدين، أو قال النبي صلى الله عليه وسلم: تحقرون صلاتكم إلى صلاتهم. هذا الذي فيه يمرقون من الدين وتحقرون صلاتكم إلى صلاتهم. قال: وفي الصحيح أنه صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن آل أبي فلان ليسوا بأوليائي، إنما أوليائي المتقون. قال: وفيه أيضا من حديث أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: وقد ذكر له أن بعض الصحابة قال: أما أنا فلا آكل اللحم، وقال آخر: أما أنا فأقوم ولا أنام، وقال آخر: أما أنا فلا أتزوج النساء، وقال آخر: أما أنا فأصوم ولا أفطر. فقال صلى الله عليه وآله وسلم: لكني أقوم وأنام وأصوم وأفطر وأتزوج النساء وآكل اللحم، فمن رغب عن سنتي فليس مني. فتأمل إذا كان بعض الصحابة لما أراد التبتل أي التفرق للعبادة قيل فيه هذا الكلام الغليظ: فمن رغب عن سنتي فليس مني. تبرأ النبي صلى الله عليه وسلم من هذا العمل المخالف لسنته عليه الصلاة والسلام. قال: وسمي فعله رغوبا عن السنة، فما ظنك بغير هذا، رغوبا أي عدم قبول، لا يقبل السنة، فما ظنك بغير هذا من البدع، وما ظنك بغير الصحابة. قال: تعليق سماحة الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى قال: وهذا فيه تحريم التكلف والتنطع، وهما يعني مترادفان، التكلف والتنطع بمعنى واحد. قال: وأن الواجب على المؤمن أن يحذر ذلك، أن يحذر من التكلف من التنطع، وأن يكلف نفسه ما لا يطيق. قال: فيصوم ويفطر ويصلي ويقوم وينام، ويصوم ويفطر ويأكل اللحم، ينام على فراش، لا يتكلف، لا يقول: أما أنا فأصوم ولا أفطر، وأما أنا فأقوم ولا أنام، يقوم الليل كله ولا أنام، أو يقول: أنا لا أكل اللحم. لماذا؟ ليس يعني أنه مريض، لا، إنما للتبتل والعبادة، فهذا منهي عنه. هذا يعتبر رغوبا عن السنة، لأنه حرم على نفسه شيء لم يحرمه الدين، وكذلك لأنه ترك شيء عبادة من أجل العبادة. يقول الزهد: النبي صلى الله عليه وسلم كان يأكل اللحم، إذن أنت أفضل من النبي صلى الله عليه وسلم؟ يقال له لا. وكذلك قيام الليل وغيرها وغيره من التكلف. قال: ولهذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما أنا فأصوم وأفطر وأقوم وأنام وآكل اللحم وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. الله شرع لعباده ما لا يشق عليهم وما لا يعنتهم، بمعنى يشق عليهم، فلا يجوز التنطع والتكلف. وفي سنة الرسول صلى الله عليه وسلم الكفاية، فهو أفضل الناس وخير الناس عليه الصلاة والسلام. المؤلف رحمه الله تعالى الإمام محمد بن عبد الوهاب النجدي بوب هذا الباب، باب قوله تعالى: يا أهل الكتاب لم تحاجون، أي ادعاء من يدعي
بين بطلان الدعوة إذا لم يقم عليها دليل. في هذا بيان بطلان الدعوة. من يقول أنا من أتباع النبي صلى الله عليه وسلم، أنا أحب النبي صلى الله عليه وسلم، هذا سيقوله كل أحد، هذا سهل. الدعوة مجرد دعوة سيقول بها كل أحد، فلا عبرة بالدعاوى، إنما العبرة بالدليل، العبرة بالدليل والعمل. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول والبينة على المدعي، هذا في باب المعاملات. وأيضا يقال هذا أيضا في باب تدخل في كل شيء، تدخل في باب المعاملات، وكذلك في باب العبادات. دعوة محبة النبي صلى الله عليه وسلم، بينتك. يحب النبي صلى الله عليه وسلم، يقول أنا أفعل له مولد، أنا أحب النبي. طيب هل فعله النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل فعله الصحابة؟ أنا أحب النبي صلى الله عليه وسلم، ويأتي بعبادات لم يأتي بها النبي صلى الله عليه وسلم. أنت تحب، قال لماذا تفعل هذا؟ قال أنا أحب النبي صلى الله عليه وسلم. طيب هل فعلها؟ هل شرعها النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل جاءت في القرآن في السنة؟ لا، لكن أنا أريد هذا لأني أحب النبي صلى الله عليه وسلم. هذا لا يجوز، هذه دعوة لا بد من بينة على دليل يدل على محبتك للنبي صلى الله عليه وسلم. وما هو الدليل على محبة النبي صلى الله عليه وسلم؟ هو اتباع سنته، هو اتباع سنته. فهؤلاء هنا الله عز وجل ذم اليهود. لماذا؟ لأنهم ادعوا أن إبراهيم منهم أهل الكتاب. النصارى يقولون إبراهيم نصراني، واليهود يقولون إبراهيم يهودي. فأنكر الله عليهم، قال يا أهل الكتاب لماذا تحاجون في إبراهيم وما أنزلت التوراة والإنجيل؟ جاءت اليهودية والنصرانية بعد إبراهيم. هذا أمر دليل على أن إبراهيم لم يكن مما على ما يقولون أنه يهودي أو نصراني. الأمر الأول أن اليهودية والنصرانية، التوراة والإنجيل جاءت متى؟ بعد إبراهيم بزمن، جاءت بعد إبراهيم بزمن. الأمر الثاني الدليل على كذبهم وأن إبراهيم لم يكن على ملتهم أنهم مشركون. فاليهود يقولون عزير ابن الله، والنصارى يقولون المسيح ابن الله، وإبراهيم موحد وما كان من المشركين. ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا، لأن اليهودية والنصرانية بعده. وما كان من المشركين، أنتم أشركتم. إبراهيم على الحنيفية السمحة، على التوحيد. فهذا دليل على كذبكم، هذا دليل على كذبكم. إذن الدعوة لا تنفع إذا لم تكن على دليل، وإذا لم تكن صحيحة. قال وقوله ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه، أي إبراهيم الدنيا، أي لا يريد ويتبع ملة إبراهيم ملته الحنيفية السمحة. ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى قول النبي صلى الله عليه وسلم إن آل أبي فلان ليسوا بأوليائي، أي يتبرأ النبي صلى الله عليه وسلم من المشركين ومن الكفار، ولو كان من أقرب قريب. قال الله عز وجل لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول هؤلاء ليسوا بأوليائي، لا أحبهم ولا بيني وبينهم مودة، إنما أوليائي المتقون أي المؤمنون. ثم ذكر حديث أنس رضي الله عنه، ويشمل على أنه لا ينبغي للعبد ولا يجوز للعبد أن يأتي أن يكلف على نفسه في باب العبادات ويتنطع. فلا، الدين يسر. ولذلك لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم المسجد فوجد حبل في المسجد، عرفتم الحبل؟ قال لمن هذا الحبل؟ قالوا لزينب. لماذا تعمله؟ زينب ابنته. قالوا تصلي، فإذا فترت تعلقت به، عجزت من كثرة الصلاة تتعلق بالحبل لكي تصلي وهي قائمة.
قال النبي صلى الله عليه وسلم حلوه، يعني اقطعوا الحبل، اخرجوا الحبل. فإذا صلى أحدكم فإذا فتر أو نعس فليرقد، أي فلينام وليرتاح. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب قوله تعالى: فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. قال: وقوله تعالى: وصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقوله تعالى: ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن لكل نبي ولاة من النبيين وإن وليي منهم أبي وخليل ربي من هو؟ إبراهيم. ثم قرأ: إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه هذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين. رواه الترمذي. قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله لا ينظر إلى أجسامكم ولا إلى أموالكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. تعليق سماحة الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى قال: وهذا حديث صحيح رواه مسلم. ما هو؟ إن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. فالقلوب هي محل النظر والعمل، أي والنظر والعمل هو أيضا محل النظر. فإذن هذا يعني كما تقدم معنا أن مجرد الصورة والدعوة هذه لا ينظر الله عز وجل إليها، بمعنى لا يقيمها ولا بمعنى لا يعتبر بها. مجرد الهيئة والدعاوى أنا وأنا ما لابد أن الله عز وجل ينظر إلى القلب إن كان صادق في هذه الدعوة وإن كان صادق في إيمانه، وكذلك إلى العمل هل هو موافق لشرع الله عز وجل أم مخالف. قال: أما الصور والأموال فلا قيمة لها إن لم يستعن بها على طاعة الله، لكن محل النظر القلوب إذا استقامت على محبة الله والإخلاص له وخوفه ورجائه وصلحت الأعمال وصارت خالصة لله موافقة للسنة. لابد العمل لا يكون مقبولا إلا بهذين الشرطين: خالص وموافق للسنة. قال: هذه هي الأفعال التي تنفع صاحبها صلاح القلب وصلاح العمل. صلاح القلب يكون بالإخلاص لله عز وجل، وصلاح العمل يكون بموافقة النبي صلى الله عليه وسلم، باتباع النبي صلى الله عليه وسلم. إذن لا ينفع كثرة العمل، لا تنفع كثرة العمل ولا تنفع صورة العمل وهيئة العمل إلا إذا كان موافقا لهدي النبي صلى الله عليه وسلم وخالصا لله عز وجل. فالله عز وجل يقول في كتاب الكريم: تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. لم يقل أكثر عملا، أحسن. وكما تقدم معنا في الأبواب يعني الأولى أنه لا ينفع كثرة العمل إذا لم يكن موافقا لشرع الله عز وجل. لا ينفع كثرة العمل، بل من استقام على شرع الله مخلص لله متبع للنبي صلى الله عليه وسلم ولو كان عمله قليل، هذا هو على طريق النجاة. أما الذي يكثر العمل وهو غير موافق لهدي النبي صلى الله عليه وسلم فهذا على طريق الضلال والعياذ بالله. لذلك يقول يعني الفضيل بن عياض عند تفسير قول الله عز وجل: يبلوكم أيكم أحسن عملا، قال: أخلصه وأصوبه، أي ما كان خالص لله عز وجل وما كان موافق لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. قال: سؤال: ما معنى، يسأل الشيخ ابن باز، لا ينظر أي لا ينظر الله؟ قال الشيخ ابن باز: الجواب: معنى لا ينظر المقصود نفي النظر الذي له قيمة
وهذا مثل قوله صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم لغضبه عليهم، وهو سبحانه لا يخفى عليه خافية، يرى كل شيء جل وعلا، لكن المقصود نظر الرضا، نظر المحبة، أي أن يجعل له قيمة، ينظر الله إليه نظر محبة ونظر رضا. أما مسألة أن الله لا يراهم، لا، الله عز وجل يرى كل شيء، لا تخفى عليه خافية، لكن لا ينظر نظر محبة إلى هذا الشخص وإلى هذا يعني العبد وإلى هذا العبد، وإنما نظر غضب، وإنما نظر غضب، يعني يراه الله عز وجل. الله عز وجل لا تخفى عليه خافية، لا يقال لا ينظر الله أن الله عز وجل لا يرى، لا، حاشا وكلا، فالله عز وجل لا تخفى عليه خافية، يرى أو يسمع. يرى النملة السوداء على يعني الحجرة الصماء في الليلة الظلماء، ويسمع دبيب النملة أيضا في يعني دبيب النملة أي مشي النملة. الله عز وجل يرى كل شيء ويسمع كل شيء، لا تخفى عليه خافية. قال المؤلف رحمه الله: ولهما أي بخاري ومسلم عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أنا فرطكم على الحوض، أي أنا أسبقكم، معنى فرطكم أي أسبقكم متقدمكم. قال: ليرفعن إلي رجال من أمتي حتى إذا أهويت لأناولهم اختلجوا دوني، أي اكتذبوا وانتزعوا، رجال يأتون فيراهم النبي صلى الله عليه وسلم، حتى إذا كانوا قريب يريد أن يناولهم ويأخذهم ويعطيهم من الحوض، يذهب بهم ذات يعني الشمال فيؤخذون. قال: دوني فأقول: أي رب أصحابي، فيقال: إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك. تعليق سماحة الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى قال: وفي لفظ آخر: إنهم لم يزالوا مرتدين على أعقابهم منذ فارقتهم، ولهذا يمنعون من الحوض، أي من الورود إلى حوض النبي صلى الله عليه وسلم والشرب منه. هؤلاء الذين خالفوا هدي النبي صلى الله عليه وسلم، هؤلاء الذين ابتدعوا ويعني تركوا سنة النبي صلى الله عليه وسلم وجاءوا بالبدع والأهواء، جاءوا بالبدع والأهواء. قال: ولهذا يمنعون من الحوض لأنهم ارتدوا، فالذين ارتدوا في عهد أبي بكر رضي الله عنه هؤلاء يمنعون من الحوض. أما من مات على إيمانه فإنه يرد، قال: وأما من مات على إيمانه فإنه يرد الحوض. اللهم صل على محمد. الله أكبر. قال المؤلف رحمه الله: ولهما عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: وددت، تقدم معنا لهما أي بخاري ومسلم، قال: وددت أن قد رأينا إخواننا. قالوا: أولسنا، قال الصحابة: أولسنا إخوانك يا رسول الله؟ قال: أنتم أصحابي وإخواننا الذين لم يأتوا بعد. فقالوا: كيف تعرف من لم يأت بعد من أمتك يا رسول الله؟ فقال: أرأيت لو أن رجلا له خيل غر محجلة، خير غر يعني الغرة كما في التعليق بياض في جبهة الفرس، والتحجيل بياض في قوائم، يعني أيدي الفرس وأرجل الفرس بياض، لون أبيض. قر محجلة بين ظهراني خيل دهم بهم، أي يعني لونها أسود ليس فيها بياض أبد، فإنه سيعرف يميز هذه الخيل الذي فيها بياض عن هذه الخيل. قال: ألا يعرف خيله؟ قالوا: بلى يا رسول الله يعرفهم. هناك خيل بهم يعني لون واحد، لونها واحد، لونها واحد، سوداء أو غير أسود لكن لون واحد. وهناك خيل فيها يعني لونها لون، وفي يعني رأسه أبيض، وفي قدمه يعني يده ورجله أبيض. سيميزها هذه معلومة معروفة. قال: فإنهم يأتون غرلا محجلين من الوضوء وأنا فرطهم على الحوض، أي الوضوء في اليدين والوجه والرجلين، صح؟ يأتوا غرلا أي وجوههم مكان الوضوء أبيض، مكان الوضوء أبيض.
قال وأنا فرطهم على الحوض، تقدم معنا: ألا ليذادن يوم القيامة عن حوضي كما يذاد البعير الضال، أناديهم ألا هلم، فيقال إنهم قد بدلوا بعدك، فأقول سحقا سحقا. تعليق سماحة الشيخ ابن باز رحمه الله: قال الله أكبر الله أكبر، يقول سحقا سحقا يعني بعدا بعدا لمن بدل بعدي، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وهذه علامة أمته، غر محجلون من آثار الوضوء، أمة محمد صلى الله عليه وسلم المستجيبة لدعوته. قال: سؤال، عفى الله عنك يا شيخ، بعض الناس يقول إن أتباع الأباضية وأتباع الزيدية أفضل بكثير من المنتسبين للمذاهب الأربعة. قال: الجواب: الانتساب ليس بالمبدأ، العبرة بالعقيدة. الانتساب ليس يعني المبدأ أنه فلان أنا منتسب إلى كذا، ليس أنتسب مثلا كما ذكر يعني السائل أنتسب إلى الإباضية أو أنتسب إلى الزيدية أن هؤلاء أفضل، لأن هؤلاء ينتسبوا إلى يعني مذهب مثلا الأئمة الأربعة الشافعي أو أبي حنيفة. ليس الانتساب يكون بالعقيدة. ما هي عقيدتك؟ ما هي عقيدتك؟ قال: العبرة بقال الله وقال رسوله صلى الله عليه وسلم، والمذاهب الأربعة في أتباعهم الضال وفي أتباعهم المهتدي، أي أتباع الأئمة الأربعة فيهم من هو ضال على غير السنة، يعني يتبعهم في مسائل الفقهية أو نقول في بعض المسائل الفقهية، وفي العقيدة ضال في العقيدة على غير يعني مذهب هذا الإمام. المذاهب الأربعة الأئمة الأربعة يعني على السنة، على السنة، وهذا على غير السنة في باب العقيدة. فالعبرة بالعقيدة، العبرة في العقيدة. قال: لكن المهم التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، والسير على منهج الصحابة، واتباع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بعبادة الله وحده، والاستقامة على دينه، وترك البدع. هؤلاء هم أهل السنة والجماعة. فالعبرة ليس بالانتساب، أنا شافعي أو أنا حنبلي أو أنا زيدي أو أنا إباضي، ليس العبرة بهذا، ليست العبرة بهذا أو يعني بالانتساب أو بالدعاوى كما تقدم معنا. إنما العبرة بالتمسك بكتاب الله عز وجل وبسنة النبي صلى الله عليه وسلم وبالعمل بهما. تمسك أي العمل بهما، ليس فقط بمجرد دعوة أنا أتمسك بالكتاب والسنة ثم فعله يخالف قوله، يأتي ببدع وأهواء لم يأتي بها النبي صلى الله عليه وسلم، لم تأتي في القرآن ولا في السنة ولم يعملها الصحابة، ثم يقول أنا أتمسك، أنا سني أتمسك بالكتاب والسنة، أنا متمسك بالكتاب والسنة. يقال هذه دعوة فقط ليس عليها بينة، هذه مجرد دعوة لا تقبل مثل هذه الدعاوى. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وللبخاري بين أنا قائم، أي النبي صلى الله عليه وسلم يقول بخاري حديث النبي: أنا قائم إذا زمرة، أي قائم على الحوض، زمرة أي يعني مجموعة وفوج، حتى إذا عرفتهم خرج رجل من بيني وبينهم فقال هلم، فقلت أين؟ قال إلى النار والله. قلت وما شأنهم وما شأنهم؟ قال إنهم ارتدوا بعدك على أدبارهم القهقراء، أي الورى، القهقراء الورى، ثم إذا زمرة فذكر مثله أي يؤخذون. قال فلا أراه يخلص منهم إلا مثل همل النعم، يخرج منهم إلا قليل، إلا قليل. قال ولهما في حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: فأقول كما قال العبد الصالح وكنت عليهم. من هو؟ عيسى عليه الصلاة والسلام، كما قال عبد الصالح أي عيسى، أراد النبي صلى الله عليه وسلم عيسى، هذا قول عيسى كما في آخر سورة المائدة: وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد. عندما يقول الله عز وجل عيسى: يا عيسى ابن مريم أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، ثم يذكر هذا الكلام. قال ولهما مرفوعا: ما من مولود إلا يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه كما تنتج البهيمة بهيمة جمعاء هل تحسون فيها من جدعاء حتى تكون أنتم تجدعونها. ثم قرأ أبو هريرة رضي الله عنه: فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله. متفق عليه، أي أن
الأصل في بني آدم أنهم على الفطرة. الأصل في بني آدم أنهم على الفطرة. وما هي الفطرة؟ التوحيد. هذا هو الأصل. الأصل في بني آدم الفطرة. وما هي الفطرة؟ التوحيد. التوحيد. ثم بعد ذلك يعني يكون الابن يعني يهودي أو نصراني أو مجوسي أو يعني مشرك من يعني المشركين، لا يهودي ولا نصراني، فهذا بسبب أبويه، فأبواه يهودان أو ينصراني بسبب يعني التربية، سبب التربية. أما الأصل إذا ترك العبد على الأصل فهو على الفطرة، والفطرة هي التوحيد. لهذا الحديث ولقول الله عز وجل: فطرة الله التي فطر الناس عليها. قلنا الأصل هذا لابد. ما هو الأصل في بني آدم؟ التوحيد. الأصل في بني آدم على الفطرة. وما هي الفطرة؟ التوحيد. قال عن حذيفة رضي الله عنه قال: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني، فقلت: يا رسول الله، إنا كنا في جاهلية وشر، فجاءنا الله بهذا الخير، فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال: نعم. قلت: وهل بعد ذلك الشر من خير؟ قال: نعم، وفيه دخن. قلت: وما دخنه؟ أي موجود خير، لكن الخير فيه يعني نقص، فيه يعني شبه، وفيه ضلال، فيه ضلال. قال: وما دخنه؟ ما الذي ينقصه؟ وما الذي يعني لا يجعله يعني خير خالص؟ قال: قوم يستنون بغير سنتي ويهدون بغير هدي، تعرف منهم وتنكر. قلت: فهل بعد ذلك الخير من شر؟ قال: نعم، فتنة عمياء ودعاة على أبواب جهنم، من أجابهم إليها قذفوه فيها. قلت: يا رسول الله، صفهم لنا. قال: قوم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا. قلت: فما تأمرني إن أدركني ذلك؟ قال: تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. قلت: فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام؟ قال: فاعتزل تلك الفرق كلها ولو أن تعض بأصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك. أخرجاه، أي البخاري ومسلم. وهذا حديث عظيم، هذا حديث عظيم فيه يبين أولا فيه أن العبد يعني ينبغي له أن يتعلم يعني الشر، أن يعرف الشر، ليس يتعلم، يعرف الشر. لماذا؟ لأجل أن لا يقع فيه. فهذا حذيفة يسأل عن الشر. لماذا؟ قال: مخافة أن يدركني، كما قال في آخر مخافة أن يدركني، مخافة أن يدركه وأن يقع فيه، خافة أن يقع في الشر. فكما قال الشاعر: عرفت الشر لا للشر ولكن لتوقيه، للوقاية منه، احذره. ومن لا يعرف الشر من الخير يقع فيه، قد يقع في الشر وهو لا يعرف أنه واقع في الشر. فلذلك يجب على المسلم أن يعرف الشرك لأجل أن لا يقع فيه، ويعرف البدع والضلالات لأجل أن لا يقع فيها. وأيضا في هذا الحديث يبين النبي صلى الله عليه وسلم أن هناك سيأتي زمان يعني أقوام ينتسبون إلى السنة ويقولون: نحن على طريق النبي صلى الله عليه وسلم، ونحن نتبع النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنهم يستنون بغير سنة النبي صلى الله عليه وسلم. دعوة فقط، مجرد دعاوى، فقط مجرد دعاوى. هذا الحديث فيه بيان أنها يعني مجرد دعاوى، أنه سيأتي أناس يدعون أنهم ينتسبون إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يعني يأخذون بسنته، ليس من باب النسب، إنما نحن الآن في باب أنهم يأخذون على طريق النبي صلى الله عليه وسلم، وأنهم على هدي النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنهم أعمالهم تخالف أقوالهم، يستنون بغير سنته ويهتدون بغير هدي. وأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يلزم المسلم جماعة المسلمين الذين هم متبعون لكتاب السنة، فإن لم يكن لهم جماعة، وهذا فيه يعني جماعة المسلمين إمام المسلمين، أن يلزم الاجتماع. فالنبي صلى الله عليه وسلم بين في هذا الحديث أن الواجب أن المسلم يكون مع الجماعة، ولو كان هناك يعني قوم
يهتدون بغير هدي النبي صلى الله عليه وسلم. لكن الأصل الجماعة، أول شيء الجماعة، أن تلزم جماعة المسلمين. ثم أنت لا يجوز لك أن تستنى بغير سنة النبي صلى الله عليه وسلم، بغير سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا كان هناك إمام وكانت هناك جماعة المسلمين لا يجوز تقول هؤلاء ليسوا على السنة أنا أخرج عليهم وأنا أتفرق عنهم، هكذا أتفرق عنهم، أنفرق عنهم. لا، تلزم الجماعة وتستن بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا مذهب الخوارج. مذهب الخوارج كما تقدم معنا أنهم يخرجون على الإمام، يخرجون ويفرقون عصا المسلمين. قال وزاد مسلم: قلت ثم ماذا؟ قال: ثم يخرج الدجال معه نهر ونار، فمن وقع في ناره وجب أجره وحط وزره، ومن وقع في نهره وجب وزره وحط أجره. قال: قلت ثم ماذا؟ قال: هي قيام الساعة، أي يأتي الدجال في آخر الزمان ويخرج ومعه نار ونهر، فناره جنة ونهره نار. ناره نار التي يخرج بها الدجال جنة. قال: فمن وقع في ناره وجب أجره، أي أنه على الصواب، وحط وزره يغفر ذنبه. ومن وقع في نهره وجب وزره، أي أنه على الخطأ يتحمل الإثم. وقال أبو العالية: تعلموا الإسلام فإذا تعلمتموه فلا ترغبوا عنه، وعليكم بالصراط المستقيم فإنه الإسلام، ولا تحرفوا عن الصراط يمينا ولا شمالا، وعليكم بسنة نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم، وإياكم وهذه الأهواء. انتهى. تأمل كلام أبي العالية رحمه الله تعالى هذا ما أجله، واعرف زمانه الذي يحذر فيه أبو العالية من أتباع التابعين، من أتباع التابعين أو من التابعين. أبو العالية زمانه متقدم، ومع ذلك يحذر: تعلموا الإسلام فإذا تعلمتموه فلا ترغبوا عنه، وعليكم بالصراط المستقيم فإنه الإسلام، ولا تحرفوا عن الصراط يمين ولا شمال، وعليكم بسنة نبيكم محمد، وإياكم وهذه الأهواء. زمن الخوارج والشيعة والقدرية والمعتزلة وغيرهم من الفرق، فهذا يحذر من الأهواء في زمنه. فما بالنا في هذا الزمان الذي كثرت فيه الأهواء، كثرت فيه الشبهات، كثرت فيه البدع والخرافات، فيجب الحذر من الأهواء. قال: واعرف زمانه الذي يحذر فيه من الأهواء التي من اتبعها فقد رغب عن الإسلام. وتفسير الإسلام بالسنة، نعم السنة هي الإسلام، الإسلام هو السنة كما فسرها جمع من العلماء، جمع من الأئمة ومن العلماء، ومنهم الإمام البربهاري رحمه الله تعالى. قال: وخوفه على أعلام التابعين وعلمائهم من الخروج عن السنة، على أعلام في أيام التابعين والكتاب عن السنة والكتاب، يتبين لك معنى قوله تعالى: إذ قال له رب أسلم قال أسلمت لرب العالمين، وقوله: وصى بها إبراهيم وبنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون، وقوله: ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه، وأشباه هذه الأصول التي فيها الاستسلام لله عز وجل، والمشي على الصراط المستقيم، وعدم ترك سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وعدم ترك سنة النبي صلى الله عليه وسلم، والرقوب فيها أو الرقوب عنها، أي عن سنة النبي، بل يرغب في سنة النبي ويعمل بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وأشباه هذه الأصول الكبار التي هي أصل الأصول والناس عنها في غفلة، وبمعرفتها يتبين معنى الأحاديث في هذا الباب وأمثالها. وأما الإنسان الذي يقرأها وأشباهها وهو آمن مطمئن أنها لا تناله ويظنها في قوم كانوا أمنوا مكر الله فبادوا، أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. أي الإنسان الذي يقرأ مثل هذه الأدلة، وأن هناك ستكون أهواء وبدع، وأن الرقوب عن السنة هذا هو طريق الضلال، أنه يجب عليه أن يتمسك بالكتاب والسنة وأن يحذر من الأهواء. يقول: ما في أهواء الآن، هنا ما في إلا كتاب وسنة، والأهواء هذه كانت قبل،
مسألة المعتزلة والقدرية ويعني المرجئة، أما الآن ما في، فهذا يأمن، هذا آمن مكر الله، هذا آمن مكر الله. والله عز وجل ماذا قال؟ أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. لا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون، بل الواجب أن يحذر المسلم من الأهواء والبدع، وأن يتمسك بالكتاب والسنة. قال عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: خط لنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خطا، ثم قال: هذا سبيل الله، ثم خط خطوطا عن يمينه وعن شماله، ثم قال: هذه السبل، على كل سبيل منها شيطان يدعو إليه، ثم قرأ: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. رواه أحمد والنسائي. تقدم معنا هذا الحديث. نكمل الباب. تعليق سماحة الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى قال: وهذا يبين أن الواجب على المؤمن الحذر، وأن لا يغتر بالكثرة، وأن يعتبر بالسنة والدليل. الحذر من الأهواء، وأن لا يغتر بالكثرة. نحن كثير، هذا الطريق فيه كثير، طريق ليس طريق النبي صلى الله عليه وسلم، يقول هؤلاء كثر، فهذا الحق ليس بالكثرة، الحق بالدليل، الحق بالدليل ليس بالكثرة. قال: وأن يعتبر بالسنة والدليل، هذا هو الحق. وأن يخاف على نفسه ولا يأمن من الوقوع في الأهواء، لأن الله يقول: أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. ومن الوقوع في الشرك لا يأمن العبد على نفسه. فهذا إبراهيم عليه الصلاة والسلام خليل الله، خليل الرحمن ونبي الله، ويخاف على نفسه من أن يقع في الشرك. وجنبني وبني أن نعبد الأصنام. قال إبراهيم النخعي: ومن يأمن الشرك بعدك يا إبراهيم؟ فلا أحد يأمن على نفسه من الزيغ ومن الضلال، بل يدعو العبد، الواجب عليه أن يدعو دائما، يدعو الله عز وجل دائما. كان كما جاء من حديث أم سلمة، كان أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، اللهم يا مصرف القلوب صرف قلبي على دينك. فالعبد يكثر من هذا الدعاء في حال السجود، في أوقات الإجابة في السجود، في يعني الثلث الآخر من الليل، في يعني التشهد الأخير قبل السلام بعد قراءة التحيات، أوقات الإجابة المعروفة، فيكثر من هذا الدعاء، ولا يعني يأمن على نفسه من الوقوع في الزيغ ويعني الضلال والعياذ بالله. فلا نأمن على أنفسنا، ولا نغتر بأعمالنا، ولا نغتر بأعمالنا، ولا نغتر أيضا، قد يغتر البعض بعلمه، فيعني قد ضل أناس من هم أذكى وأعلم، من هم أذكى وأعلم. إذن فالواجب علينا أن نكثر من هذا الدعاء. النبي صلى الله عليه وسلم وهو الذي قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، وهو خليل الله عز وجل، وكذلك خير ولد آدم وسيد ولد آدم، مع ذلك يدعو بهذا الدعاء: اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. فلنكثر من هذا الدعاء، نسأل الله أن يثبتنا على الكتاب والسنة حتى الممات. قال: يعمل ويتجه للطاعة وهو خائف وجل غير مطمئن. نعم، بل يحذر البدع ويحذر المعاصي ويتبع أهل الحق ويستقيم معهم ويبتعد عن أهل الباطل وعن صحبتهم. تقدم معنا أن الحق بالدليل، ليس الحق بالدعاوى. نحن أهل الحق، فليس بالدعاوى، الحق إنما هو بالدليل. قال: وعن صحبتهم، هكذا المؤمن دائما على حذر. هكذا قال الله جل وعلا، أي صحبة أهل الباطل، أهل البدع، أهل الأهواء، لا يخالطهم ولا يجالسهم، كما هو مذكور في كتب العلماء، يحذرون من مجالسة أهل الأهواء، لأن الجليس يعني مجانس، والصاحب ساحب يسحبك. قال الله جل وعلا: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية، جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، رضي الله عنهم ورضوا عنه، ذلك لمن خشي ربه. قال جل وعلا: إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير. وقال تعالى: فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. وقال تعالى: ولمن خاف مقام ربه جنتان. أي هذه الآيات فيها أن الواجب على العبد أن يخاف من يعني مكر الله، ولا يأمن مكر الله. فلذلك الواجب عليه أن يعني يتمسك بالطريق القويم، ويمشي ويعني
يصاحب أهل الطريق القويم وأهل السنة والجماعة، وأن يدعو الله عز وجل بالثبات على الكتاب والسنة حتى الممات. قال: فيجب الحذر وعدم الطمأنينة، فهذا رأي فلان وهذا رأي فلان حتى تعلم الدليل من الكتاب والسنة. يجب الحذر من رأي فلان وفلان حتى يعني إذا كان معه دليل تأخذ بالدليل لكي يكون حجة لك عند الله عز وجل. فإن العبد إذا جاء يوم القيامة ووقف بين يدي الله عز وجل لن يسأل الله عز وجل عن رأي فلان، ماذا قلت في قول العالم، ماذا قلت في قول الشيخ الفلاني، هل اتبعت فلان؟ لا، الله عز وجل يقول: هل اتبعت الكتاب والسنة؟ هذا هو السؤال الذي سنسأل يوم القيامة عنه. أما وكذلك إذا قال أحدنا إذا وقف بين يدي الله عز وجل فيسأله الله عز وجل: لماذا فعلت كذا؟ فيقول: لأن العالم الفلاني قال. هل هذا ينفعه؟ لا، لن ينفعه، لن ينفعه. إنما الذي ينفعه لأن في القرآن كذا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعله، هذا هو الذي ينفع. أما قول فلان وفلان فيتبرأ منك ذلك العالم وذلك الشيخ يوم القيامة، الكل يتبرأ من ممن تبعه على غير الصواب، على غير الصواب. فالكل يوم القيامة ينظر إلى نفسه ويقول: نفسي نفسي، كما جاء النبي صلى الله عليه وسلم. حتى الأنبياء والرسل كلهم يقول: نفسي نفسي، فمن باب أولى من هو دونهم. نكتفي بهذا القدر إلى هنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. أطلنا قليل أجل أن نكمل.